صباح الخير. طبعا السلسلة النهاردة هنكمل عن الأفكار المشوهة والحلقة التالتة. النهاردة الفيديو هيكون طويل شوية وهبقى محمل على الرجالة شوية لأنهم عندهم برضو أفكار مشوهة بخصوص السيدات. يعني الفيديو النهاردة هيكون للستات نفسها. أنت كراجل النهاردة رحت خطبت مراتك وخدتها من بيت أبوها، حد كان معتمد على إن يتعمل له كل شيء، أكل شرب غسيل نظافة مكوى، كل شيء، بينام في أوضة لوحده والدنيا تمام. يعني كان عنده اتكال على حد تاني. من الباب للنار زي ما بيقولوا كده، هو ان انت خدتها من بيت ابوها، حد غير مسؤول لحد مسؤول. يعني انت خدتها من مكان صغير لبيت كبير، بقت هي المسؤولة عنك وعن البيت، ولو في بيبي يبقى البيبي، وعن كل حاجة، عن مذاكرة وعن طلباتك وعن طلباتها واحتياجاتكم واحتياجات البيت والبيبي وكل دوت. هنا الست اوقات بتبقى قاعده في البيت بتخلص نظافه غسيل كل شيء وتبقى قاعده فاضيه. في الاول كانت بتتكلم مع باباها اخوها اي حد اصحابها، ممكن تنزل تتمشى تروح هنا تروح هنا تروح هنا. الحته دي بقى اتحجمت. ليه؟ حتى لو هنقول ان انت ظروفك مرفهه وظروفك كويسه وبتاع، بس لا، ما بقاش غير انت قدامها. يعني ما ينفعش تخرج ولا تروح ولا تيجي الا لما ترجع لك، وما ينفعش تحكي مع حد الا ليك انت. ما ينفعش تروح لباباها وامها وتحكي معاهم وتقول لهم لانها عايزه بيتها يستقر. لما انت حضرتك تيجي من البيت من الشغل وتدخل البيت وتلاقيها واقفه قدامك وساكته، ومره واحده هبت فيك، حقك تزعل وتتضايق وتتنرفز، بس ما تغلطش، ما تمدش ايدك، ما تقولهاش كلام يوجعها. بس حضرتك الستات كائن لطيف، مشكلتهم بس في دي. اسمع، لو سمعتهم وقلت لهم كلمه حلوه انت كلت عقلها. الست لا عايزه منك لا جنس ولا عايزه منك فلوس زي ما الناس بتقول. مش قصه فلوس. في ناس مش شبعانه، سواء رجال او سواء سيدات، ده طبيعي وطبع الدنيا كده عامه يعني. لكن هي عايزه تسمعك. في البيت لما كانت بيت باباها اذا حد بيسمعها ويتكلم معاها كانت بتفرغ طاقتها. كان اصحابها باباها مامتها كانت تخرج تتفسح تشتري تعمل تسوي وترجع بيتها مرتاحه. ليه؟ لانها فرغت. طبعا حضرتك النهار كله في الشغل، والراجل احنا مننا عامه ما بيحبش لا الرغي كتير ولا الزن. بيبقى جاي لو شغال في مصنع، شغال في شركه، شغال في مدرس، بيبقى عنده وش قد كده في دماغه. بس غصب عنك لازم تسمعها ولازم تتكلم معاها ولازم تخليها تفرغ كل اللي جواها. انت طبعا فاكر من جواك ان هي ست فاضيه ونكديه وتخنق، والنكد بيجي من هنا والمشاكل والحوارات. هي كده غير خالص، غير كده خالص. هي كل مشكلتها انها عايزه تتسمع، عايزه تطلع كل اللي هي بتحكيه ده في صوره كلام. تعالى مثلا خليها تعمل لك اكله حلوه وقول لها تسلم ايديك وكتر خيرك. ايه اللي يحصل؟ هتشيلك من فوق الارض شيل، وهتقول لك يا حبيبي ربنا يخليك ليا، وتفضل تدعي لك لما تقول لي بس. تعالى مره قول لها احنا هنخرج النهارده، هتلاقيها هديه. وبالذات بقى الستات يحبوا الدهب موت. لو جبت لها حاجه زي كده، عارف، تقعد تحت رجلك. الست كائن رقيق، محتاج انك تعامله كويس، تقدره، تهتم بيه، تقول له حاجه حلوه. لكن طول ما انت فاهم ان الست سبب النكد، خالص الست مش سبب النكد. الست قاعده في البيت لوحديها محتاجه تفرغ، وانت الوحيد اللي قدامها ومالكش اي حجه. غصب عنك لازم تطلع الطاقه دي اللي جواها. الطاقه دي لو ما طلعتش هتنتج عنها حاجات كتير. هتسيبها مره اتنين تلاته هتلاقيها انفجرت وسابت لك الدنيا وانت هتغرق. وطبعا عندنا مشاكل كتيره في محاكم الاسره واحنا ما بنحبش نوصل للمرحله دي. لكن كل القصه فين؟ في ايدك انت. الست اي نعم عمود البيت، لكن هل العمدان دي ينفع تتستر من غير حيطان؟ الحيطان اللي هو احنا. فاحنا بنكمل بعض. اذا ما خدتش الطاقه اللي جواها وفرغتها وسحبتها كده مش هتعرف تتواصل مع مراتك. واذا ما ريحتهاش وقلت لها كلام حلو هتتنكد منك وتفضل شايله شايله شايله. ومع اقل زنة ودن من بره، واكيد انت فاهمني، ومن الاخر حد تاني غيرك يجي يركب على ودانها ويقعد يقول لها كلام كتير، هتسمع له
وهتجري معاه. وما اكتر الخيانه واللي بتحصل في حاجات زي كده، وبيوت بتخرب بسبب ان احنا بنكبر دماغنا، الشغل اهم، الفلوس اهم، العيال لا، في حاجات مهمه، في حاجات اسمها احتياجات داخليه. الحاجات الداخليه دي إن احنا محتاجين نشبعها، انك تسمعها، انك تخرجها، انك تقول لها كلمه حلوه، انك تجيب لها هديه، وده حقها عليك، لان هي كانت قاعده في بيت ابوها، كل ده بيحصل لها، لكن ما تاخدهاش من مكان وتحرمها من كل ده. فمن الطبيعي كراجل ذكي اسمع اللي بقول لك عليه، اسمع مراتك، اقعد معاها، طبطب على ايديها، خدها في حضنك، انا عارف ان انا مقصر في حقك، وانا عارف ان انت شايله البيت باللي فيه، ومقدرك وحاسس بيكي، بس غصب عني، لكن انا هعوضك. تخيل بقى كلمتين دول هم مع طبطبه وكلمتين حلوين، هتلاقي مراتك بقت بنتك. هي من الاخر كده الستات اطفال. ده لو سمعت كلام كويس هتصونك وتعيش معاك وتبقى زي الفل. لكن ما تجيش تقول ده هي خانت وعملت، ما هو من التقصير من البيت، تقصير من جوه البيت. هي عملت كده ليه؟ ما فيش حد بيسمعها، ما فيش حد بيسدد احتياجاتها، ما فيش حد بيديها كلمه حلوه، ما فيش حد بيحمد هي اللي هي بتعمله، ما فيش، فبنضطر ان هي تاخد بعضيها وتسيب. ما تجيش تقول بعد ما حصل ده كله مين السبب؟ انت السبب. فخلينا ستر وغط على بعض، وخلينا نستحمل بعضينا، وخلينا نسمع. اسمعها يا عم، مش هتخسر حاجه، اديها في اليوم نص ساعه من وقتك، اتكلم معاه، خدها هي والعيال وخرجوا. ايه المانع؟ انت مالكش غيرها في الاول وفي الاخر، مالكش غيرها. كلنا بنسيب بيوت اهلنا ونروح نتجوز ونعمل بيوت تانية، فجيل بيسلم جيل. بيتك هو مملكتك، ومراتك هي بنتك، اسمعها علشان تعرف تضمنها.